في اطفال عندي معايا دول ما كانوش بيتكلموا خالص، وكان زن على طول والكلام ده. الحمد لله دلوقتي لا بيتكلموا، ابتدوا في جمل من كلمتين ابتدت تطلع ما كانتش موجوده اصلا كسباحه او كرياضه عموما. طبعا المراكز او الدكاتره الاخصائيين بينصحوا برياضه السباحه اصلا عموما، بحيث ان هو بيقوي عنده التركيز، بيزود التركيز عنده، بيقلل الانتباه، بيقلل فرط الحركه اللي عنده. لو في فرط حركه عنده كتير قوي في البيت بيقدر ان هو يقلل الكلام دوت من خلال الرياضه عموما والسباحه بالاخص. الحالتين النهارده اللي كانوا معانا دول حاله عمر دوت طفل توحد دوت كان عنده مشاكل، ان هو عنده مشكله ان هو ما بيتكلمش، عنده قله كلام، مفيش كلام خالص. فاحنا بنقدر ان احنا نوفر له الكلام دوت، نخلي الجلسه